الحرس الثوري فجر ناقلة نفط مملوكة لأمريكا ونسفها كاملة. وخليني أحكي لك شو صار ورا الكواليس. الجيش الإسرائيلي مستمر باستهداف منظومات الصواريخ البالستية والطيران المسير وأفراد من منظومات التشغيل في وسط وغرب إيران. ووزير الخارجية الإسرائيلي بيحكي إنه أمريكا وإسرائيل مصرين على استكمال الحرب عشان يحققوا أهدافهم داخل إيران. وبيجي الرد الإيراني بإطلاق الصاروخ الباليستي سجيل لأول مرة منذ بدء الحرب. ووزارة الصحة الإسرائيلية الكذابة بتقول إنه المستشفيات استقبلت من بداية الحرب 3195 إصابة، وبالوقت اللي العالم كله قاعد بوقع والكيان غرقان بصواريخ إيران المتشعبة والبيت الأبيض بشحد وطهران متضرر فيها أكثر من 18180 وحدة سكنية وتجارية من القصف الأمريكي الإسرائيلي. في مكان واحد بالعالم الكرامة فيه مستحيل يكون لها حدود. بغزة يا عزيزي الصمود له معنى ثاني. تخيلوا وسط كل هالمعاناة والدمار بمخيم انصارات النساء بيعملوا كعك العيد داخل خيام النزوح. ريحة الكعك بتهزم ريحة البارود وضحكة الأطفال بتهزم الخوف. هون الكرامة بتصنع المستحيل. بغزة يا عزيزي الصمود له معنى ثاني. في مهندس فلسطيني بوسط الركام بصنع قطع غيار من اللاشيء. تخيل مهندس بعيد تدوير الحطام عشان يشغل معدات الحياة بوسط الموت المحتوم. هذا هو بنك أهداف الكيان الحقيقي اللي مش قادرين يضربوا لحد الآن، الإرادة. الكيان بضرب مستشفيات عشان ينتقم، وبقصف مدارس عشان يقتل الأطفال، وبيستهدف الشعب الأعزل ببيوتهم، بس مستحيل يقدر يضرب كرامة فلسطيني حر ضحى بكل ما يملك عشان يفدي دينه وأرضه. عموما يا عزيزي الوضع صار ترللي والعالم بلش يوقع، فاعمل لي فولو عشان لو وقعنا نوقع مع بعض.